والمدافع، لكننا لم نسمع رئيس جمهورية أو ملك قتل شعبه بالسموم وهو يعلم، بيديك الطماطم وهو يعلم أنها تقتلك، وبيعطيك الخيار وهو يعلم أنه يقتلك، هو يأكل أكل خاص من فرنسا ويقتل الشعب المصري. هذه جريمة لرئيس الجمهورية وليس للإخوان. هذا الذي ارتكب في حق مصر لم يرتكب في حق أي شعب. وأبلغكم أن السرطان منتشر في كل الأماكن التي تعاملت مع إسرائيل. الأردن أصبح السرطان منتشر جدا لأنهم يأخذوا حاجات من إسرائيل زراعية. المغرب لأنها في تصدير زراعي غزة شايفين واقفين على المعابر أطفال ونساء عندهم سرطان. إسرائيل هي اللي بتبعت لهم الهندسة الوراثية الغذاء، الطماطم والخيار والفاكهة والخضار. وبالتالي لكن هؤلاء ليس لهم رؤساء رفعت امام القضاء يقولون هذا اكل مسموم. اما رئيس جمهوريتنا فرفع وهو يعلم اننا ناكل السموم وحمى يوسف هاني وحبسنا. والغريب ان كل الناس عندها الصحف مع تجريد الشعب الذي دافع عن الشعب ودخل السجون، هو الذي ليس من حقه ان يصدر جريده. لكن كل واحد في الشارع بيروح يجيب من قبرص اذا كانت الداخليه موافقه او من لندن يجيب رخصه ويعمل جريده. لكن الشعب الذي دافع عن الشعب والتي كانت على امانه الكلمه وقالوا لهم سنقتلكم وهددونا بالقتل وهددونا بالسجن وحبسونا ووجدونا لم نتراجع، واخواتنا اللي بره السجون استمروا على نفس الخط. قال لك لابد من اغلاق هذه الجريمه. بالتالي نحن امام جريمه مستمره، جريمه ضد الشعب ونحن مجرد ضحيه مباشره، وليس الشعب يريدها الا كسلاح للدفاع عن جريده